ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات شواطئ اسكندرية وجولات وفلوجات على البحر في كل شواطئ اسكندرية. بدأت لكم بالفيديو ده لان جالي كتير عليه تعليقات واسئلة كتير، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات عملت لكم فيديو سريع عن الشاطئ اللي انا موجودة فيه دلوقتي، لانكم كنتوا سأليني عليه. الشاطئ اللي انا موجودة فيه ده شاطئ النخيل في اسكندرية في العجمي. كنت مصوره لكم فيه فيديو قبل كده من سنتين لما كان الشاطئ مقفول وكان ممنوع فيه النزول، رغم انه كان زحمة جدا. وفي الفيديو ده كان واضح وكتبتولي عليه كومنتات، ولسه لحد دلوقتي بيجيلي عليه كومنتات، ولقيتكم كاتبين لي تاني هو الشاطئ اتفتح ولا لسه مقفول، فقلت اكيد هصور لكم فيه زي ما انتوا حابين. وبدأت تصوير شواطئ اسكندرية من العجمي شاطئ النخيل. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة وتسيبوا لي كومنت حابين اصور لكم فين، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصل لكم الاشعار بالفيديوهات القادمة. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو ده مدخل شاطئ النخيل. المدخل دلوقتي لسه فيه محلات كتير مش فاتحة وفيه محلات موجودة وفاتحة. المحلات دي لو شفتوا الفيديو قبل كده كنت هتلاقي المحلات دي زحمة جدا، ولسه المحلات دي بتعمل صيانة وبتفتح، وبرضه هترجع زي ما كانت بالظبط. ومكان اليافطة دي كان موجود يافطة ان الشاطئ مغلق، شالوها وحطوا يافطة جديدة. اليافطة دي مكتوب فيها تنويه لنزول البحر، تعليمات، لان شاطئ النخيل ده مش الشواطئ اللي بيكون فيها تعليمات كتير، لان عادة اي شاطئ في العجمي عموما زي ما انتوا شايفين كده بيكون شاطئ مفتوح من ورا على الرمال كده او على الرملة، بتكون رملة عريضة والبحر بيكون بحر مفتوح، والامواج فيه بتكون عالية عن بقية شواطئ اسكندرية. لكن بعد مدة كبيرة شاطئ النخيل بيتعمل فيه صيانة زي ما انتوا شفتوا كده واحنا داخلين، ولسه هتشوفوا تاني. وكمان بقى واقف كذا لودر، اللودر ده بينظف البحر والرملة والطريق حواليه، وبيجهزوا لمصايف الصيف. اللي شفتوه معايا واحنا داخلين ده المكان ده بيكون فيه كافيهات كتير وكافيتريات كتير، وبتكون زحمة جدا. هو دلوقتي العدد اللي موجود بس عدد بسيط، مع بداية شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 بيكون المكان هنا زحمة جدا. لو حابين تشوفوا المكان ده وهو بيكون زحمة وفي ناس كتير، هسيب لكم برضو الفيديو اللي صورته قبل كده في اول كومنت مثبت، اتفرجوا عليه لما كان الشاطئ مغلق. بس هو عادة بيكون كده على طول. وعلى فكرة برضو لما كان الشاطئ مغلق كانت الناس بتنزل عادي. هنا موجود اماكن كلها، كل العماير اللي موجودة دي بتكون عماير مصيفية واللي بيكونوا جايين بغرض المصيف بس، وفي اماكن سكنية بتكون خارج المكان. هنا عملوا الحواجز اللي باينة جوه دي، عملوها جديد عشان محدش يعدي الحاجز ده، وحالات الغرق اللي احنا دايما بنسمع فيها في شاطئ النخيل. بالنسبة لي شاطئ النخيل من الشواطئ اللي ممتعة جدا، ان احنا ممكن نروح نسهر فيها، نتمشى فيها، نقعد على كافيه فيها، نقعد على البحر فيها. لكن ان احنا ننزل البحر فيها لا، ما بفضلهاش خالص. وحتى لو نزلنا ممكن شبه الاطفال اللي موجودين هناك يقعدوا على الشط بس كده، لكن ان هم ينزلوا يعوموا لا خالص. لان شاطئ النخيل معروف ان هو فيه ابيار كتير، في اماكن كده هتشوفوها برضو معايا في الفيديو. الاماكن دي فيها صخور بتكون غلط جدا، فاللي هي اللي هناك دي اللي انا عملت لكم عليها زوم، الاماكن دي معمولة عشان تحجز الموجة، لان الموجة فيه عالية. بس للأسف هي كانت اسوأ في اي حد بيعوم، لان البحر زي ما قلت لكم بيكون فيه ابيار، اللي هو حد بيعوم فجأة بيلاقي نفسه نزل لتحت على طول. فهو ممكن ان احنا نروح كمصيف ممتع جدا، لانه من الشواطئ العريضة، والشواطئ العريضة دي بتكون ممتعة اكتر من الشواطئ اللي بتكون فيها الشط صغير والرملة بتاعته مش عريضة. فافضل حاجة فيه هو الموضوع ده. فزي ما قلت لكم اللي يروح هيستمتع جدا هنا. في اي شاطئ في العجمي هيستمتع عن اي شاطئ تاني لو هيروح ان هو يقعد الاطفال تلعب على الشط. لكن نزول في شاطئ النخيل جوه لا، صعب جدا، مفضلهوش. لكن من اكتر الاماكن اللي موجود فيها الخدمات بتكون كاملة جدا،
لان موجود فيه محلات، موجود فيها لبس، موجود محلات مطاعم كتير. ما تقريبا ما فيش مطعم مش فاتح في المكان ده، في كافيهات كتير، واسعاره بتكون زي اسعار اي مكان بره. في اماكن ممكن على الرملة يلعبوا فيها، وفي مكان هنا لتأجير الالعاب المائية موجودة بس لسه كمان بيجهزوها. وشفت هنا كمان كذا مكان بيجهزوها يعملوا فيه حاجات جديدة وبيعملوا لها صيانة، فدي حاجة حلوة قوي. خدت بالي كمان زي ما انتوا شايفين كده، اللي الناس اللي ابتدت تروح مقعدين اولادهم على الشاطئ كده، مدخلهمش جوه. فهو الشاطئ ممتع في كده، لكن جوه لا، مكان تتمشوا فيه براحتكم، جميل جدا. هتسألوني سعر الدخول فيه كام؟ اوقات بيكون سعر الدخول فيه من غير فلوس خالص، واوقات بيكون على البوابة بره عايزين الكارنيه. طب اللي محوش الكارنيه بيدفع 5 جنيه او 10 جنيه وبيدخل. سعر الكرسي 5 جنيه، وسعر الترابيزة 5 جنيه، والشمسية من 5 ل10 جنيه على حسب الميعاد اللي انتوا جايين فيه. وطبعا كل ما بتزودوا كراسي كل ما سعر كل كرسي بيكون لوحده. ينفع اللي انتوا تقعدوا ورا على الكافيهات، وينفع تقعدوا قدام وتطلبوا حاجات من ورا عادي جدا، وينفع ما تطلبوش حاجة خالص، اللي هو بس بتاخدوا الكراسي والترابيزة والشمسية وتقعدوا قدام لو انتوا حابين. الاماكن اللي ورا دي كلها في اماكن بيكون موجود فيها كافيهات، وفي اماكن لا بتكون موجودة للي حابب ان هو يلعب كورة، يلعب راكت، يلعب اي حاجة، بيكون الاماكن دي موجودة. وزي ما انتوا شايفين هم بيعملوا صيانة للمكان كله، حتى الرمال من ورا بيسووها، لان تقريبا الشاطئ هنا كان بقاله من 2 ل3 مقفول. وده مش الشواطئ اللي هي كانوا بيعتبروها زمان ان دي قرية النخيل، لانها كانت قرية لوحدها. تقريبا هو مش من زمان قوي، يعني تقريبا كده ممكن نقول من 5 سنين دي كانت قرية فيها العماير الخاصة بيها، اللي كان بيدخلها بكارنيه. ليها الهايبر ماركت اللي موجود فيها اللي تابع للقرية، وكان بس محدش بيدخلها غير المستأجرين او الملاك او حد معاه كارنيه او دفع فلوس بره. فكل اللي كانوا موجودين كانوا عائلات، لكن دلوقتي بقى اي حد ممكن يدخل، ما بقاش فيها عائلات خالص، ما بقتش بالصورة اللي كانت موجود بيها زمان، ولا الأمان اللي كان موجود فيه زمان خالص. يعني كلنا طبعا بنتمنى ان شاطئ النخيل او قرية النخيل دي في العجمي ترجع زي ما كانت. وكل العماير اللي انتوا شايفينها دي عماير على البحر على طول، بينها بس المسافة اللي هو مكان الكافيه. والأماكن دي أصلا من أول ما هيبتدي شهر 6 بعد الامتحانات كده، احنا خلاص كده داخلين على شهر 6. شهر 6 وشهر 7 و8 هتكون زحمة قوي زي ما انا قلتلكم كده. وبرضو هتشوفوه في الفيديو اللي انا هسيبهولكم، هتشوفوا الاماكن من بره. كنت في الفيديو التاني مصوره لكم الاماكن من بره عاملة ازاي، والمحلات وكل حاجة بتتباع في المحلات كنت مصوراها، وكنت مصوره لكم، والشط كان بيكون زحمة جدا. فبرضو شوفوا الفيديو التاني عشان برضو تشوفوا البحر والكافيهات والمحلات مفتوحة فيه. عملت لكم الفيديو ده مخصوص عشان سألتوني عن الشاطئ فتح ولا لا، ولقيت ناس كتير حابة ان هي تيجي، فحبيت على قد ما اقدر اقول لكم معلومات عن الشاطئ. وزي ما قلت لكم اتمنى برضو ان انتوا تشوفوا الفيديو التاني، هتشوفوا المكان والخدمات اللي فيه افضل كمان من الفيديو هنا حبيت بس اوريكم فيديو جديد عشان تشوفوا الصيانة والتعديلات اللي حصلت في الشاطئ، ما كانتش موجودة قبل كده خالص، لكن الخدمات هتشوفوها في الفيديو التاني. وان شاء الله اول ما هتفتح هصور لكم فيديو تاني جديد. وطلبتوا مني برضو ان انا اصور لكم شواطئ الهانوفيل وبيانكي في البطاش، هصورها لكم ان شاء الله، هي وفيديوهات المعمورة والمنتزه بعد التعديل وستانلي، لان دي الحاجات بالظبط اللي اتطلبت مني. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده ويكون الفيديو عجبكم. هستنى اللايك بتاعكم ورأيكم في الكومنتات. لو حابين تسألوني في اي حاجة ما تنسوش تكتبولي تعليق، او لو حابين ان انا اصور في مكان معين سيبولي برضو تعليق. وفي اول كومنت مثبت هسيب لكم فيديوهات اللي كنت مصوراها قبل كده، اتمنى برضو ان انتوا تشوفوها وتعجبكم. واستنوا الفيديو الجاي هيكون فيه مفاجأة، هيكون فيه رحلة باليخت هفرجكم فيها على اسكندرية كلها من اول بحر لحد المنتزه. وهقول لكم برضو لو جيت اسكندرية ازاي تعملوا رحلة باليخت بنفس الطريقة واسعارها والتفاصيل كلها. بس طبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك
ولو مش مفعلين الجرس عشان بتقولوا لي ما بيجيلكمش اشعار، فعلوا الجرس. واشوفكم في فيديو جديد على خير، واتمنى لكم مصيف سعيد ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامة.